رجاله، عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا عارف ان انا بقالي كتير ما بطلعش، بس ما كانش ليا نفسي كده اطلع قصاد الكاميرا، مش عارف ليه. وكان حصل لي كام مشكله برضو كده في الفيديوهات، فكنت مخنوق قوي. بس دلوقتي يعني حصل معايا موقف خلاني عايز اطلع احكيه لكم يعني. مبدئيا الفيديو ده هيبقى غالبا من غير مونتاج يعني، وهو من سلسله فيديوهات من القلب. والسلسله دي اكتر فيديوهات انا بحبها. يعني تلخيصا للموضوع على السريع، علشان في مرضى جوه مستنيني. انا شغال دلوقتي في اكبر مستشفى في اوروبا، وانا كنت زعلان جدا لما انا يعني سجلوني ان انا هشتغل هنا. هقول لكم ليه. المستشفى دي معروف ان شغلها ما فيهاش يعني اعاد وشغل. بص، بيجي لها اصعب واخطر الحالات يعني الشغل فيها صعب قوي، يعني صعب ومرهق ومتعب وكل حاجه. فانا يعني النفس برضو بتميل للراحه، فاهم؟ فهم الكليه بتاعتي قالت يعني قبل ما نبداوا هنا بحوالي 7 شهور، قالت ان احنا المفروض ان كل طالب يختار مستشفى. آه، جو جميل جدا، الدنيا بتشتي على فكره. فالمهم كل طالب يختار مستشفى يعني. فاوكي، فطبعا يعني تلات ارباعنا طنش وقال لك احنا قبل شهر كده هندور على المستشفيات اللي حوالينا، والمستشفى اللي جنبي هجيب منها عقد وبتاع. فانا طبعا عملت كده. فلقيت لك ايه، المديره جت وقالت لي محمد انت شغال في مستشفى الشاريتي، دي اللي انا شغال فيها دلوقتي. فانا طبعا اتضايقت جدا، اللي هي مستشفى بعيده عني، الشغل فيها صعب، ضغط، كل حاجه. اتضايقت قوي قوي، اتقفلت يعني، وقعدت بكل الطرق احاول ان انا يعني اشوف مستشفى تانية. خلاص يعني الموضوع ما نفعش، اللي هو من غير جدال يعني. بس قعدت بعد كده فكرت اللي هو ايه. افتكرت موقف ستنا حليمة السعدية لما راحت، هو يعني طبعا اكيد يعني كله عارف ان هي مرضية الرسول يعني. فالمهم هي دي كانت شغلانتها اللي هي مرضعة. الشغلانة دي كانت معروفة زمان عند العرب يعني. فالمهم هي لما راحت تاخد طفل، فما لقيتش الا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنساش تصلي عليه. فطبعا هي ما كانتش عايزه تاخده، لان هو ابوه متوفي يعني يتيم. وهم يعني بيفضلوا اللي ابوه موجود يعني، علشان الدفع بقى والكلام ده. فهي خدت سيدنا محمد. فلما سألوها يعني اشمعنى محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي خدتيه، قالت يعني والله ما أخذته إلا أنني لم أجد غيره. اللي هو يعني كده، اللي هو عشان ما ارجعش بإيدي فاضية. المهم وخدت سيدنا محمد، وكانت متضررة يعني اللي هو واخداه. بس قالت أهو، القصة إن سيدنا محمد طلع هو وش الخير وطاقة القدر اللي اتفتحت للسيدة حليمة السعدية. آه وده اللي بيحصل معانا كلنا، وده اللي حصل معايا اللي هو ايه. على قد ما انا كنت متضايق، بس على قد ما انا اكتشفت بعد كده ان دي اكبر مستشفى في اوروبا. او يعني غير كده طبعا السي في لما اكتب ان انا اشتغلت في المستشفى دي، يعني انت زي الفل. اتعلمت حاجات كتير قوي ما كنتش اتعلمها الا هنا. وطبعا بقى المصطلحات الطبيه والاختصارات والكلام اللي هو المعقد ده. غير كده آه، اتعرفت على ناس حبيتها بطريقه ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اتعرف على ناس واحبها بالطريقه دي، اذا كانوا المان وفي اجانب يعني. فالمهم للاسف بقى حصل برضو معايا موقف تاني النهارده زعلني قوي. كانت في واحده دكتوره يعني اتصاحبت عليها جدا، اللي هي كانت واحده من اكبر الناس اللي علمتني حاجات في حياتي يعني، في المجال الطبي يعني. فهي كانت لذيذة جدا، وكانت مصاحباني وبتعلمني كل يوم. هي كانت شعارها في الحياة ان هو كل يوم حاجة جديدة، كل يوم لازم تتعلم حاجة جديدة. يا رب بس بالشتا ده، يا رب ربنا ييسر لنا امورنا كده ويغفر لنا ونكمل كلامنا. بص يا رجالة، فهي النهاردة كان آخر يوم ليها، وانا الشفت اللي هو المسائي. فانا للاسف ما لحقتهاش. كان نفسي اخد ايميلها مثلا او اتصور معاها وسلم عليها قبل ما تمشي يعني، بس انا ما لحقتهاش. فانا زعلت يعني بطريقه لا تتخيلوها. بس يعني ده اللي انا بقوله لكم اللي هو ايه. غالبا لما ربنا يحطك في قدر، ما تزعلش عليه. اللي هو يعني انا اتحطيت في المستشفى دي وانا مش عايزها، بعيده عني وشغل صعب وضغط وكل حاجه. بس
اتعلمت منها كتير، وهي دي كانت الخير يعني، فاهم؟ فهي دي عقلنا الصغير، فاهم؟ عقلنا الصغير او نظرتنا عموما للحياه نظره محدوده كده، اللي هو ايه، انا عايز الراحه، انا عايز المستشفى اللي جنبي. بالرغم من ان واحد شغال معايا هنا بيقول لي والله اشتغل في المستشفى اللي انا كنت عايز اشتغل فيها دي، بيقول لي بيعاملوا يعني اللي شغالين هناك زي العبيد، معامله زي الزفت وناس عنصريين وحاجه يعني اخر خرا. ف سبحان الله، اشتغلت في المستشفى التانية، اتعرفت على ناس حلوة. طبعا في ناس وحشة وفي ناس عنصرية قابلتها يعني هنا، وعايز اضرب 100 جزمة. آه بس الحلو يغفر، فاهم؟ بس وهو في الاخر اختيارات ربنا يعني. فما تعافرش كتير يعني، ما تعافرش كتير مع القدر. ارضى بما قسمه الله لك. يعني الجملة اللي انا بعشقها من الشيخ الشعراوي، اللي هو بيقول يا ابن ادم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك والله جعلتك تجري جري الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما كتبته لك. آه قوية قوية أوي يعني، قوية أوي. الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه يا رب، ويجعلنا كلنا كده من أهل الجنة. بس يا رجالة، فأنا الصراحة ارتحت لما اتكلمت معاك كل شوية. على قد أنا ما كنت زعلان بره إن زميلتي دي مشت، وفي كمان يعني من زمايلي التانيين مشوا. بس أنا يعني إيه، ارتحت شوية لما اتكلمت وطلعت اللي جوايا. بس فغالبا الفيديو ده زي ما قلت لكم هيبقى من غير مونتاج يعني هينزل كده زي ما انتم ما شايفين. واشوفكم ان شاء الله في سلسلة فيديوهات جديدة او فيديو جديد او فلوج جديد، مش عارف. ام ايه